في يوم من الأيام حسام كان راجع من شغله متأخر جدا. الطريق اللي بيمشي فيه عادة ما بيكون مقفول للصيانة، فاضطر إن هو ياخد طريق جانبي معروف إنه مهجور ومحدش بيحب يعدي منه بالليل. بس حسام كان مضطر لأنه كان عايز يوصل بسرعة ومفيش طريق تاني قريب. حسام أول ما دخل الطريق حس بحاجة غريبة، الجو بقى أهدى من اللازم، حتى صوت الموتور بتاع العربية كان واطي كأنه بيهمس. الدنيا كانت ضلمة والشجر عن جنبين كان شكله مخيف قوي، أغصانه طويلة كأنها بتحاول تمسك أي حد يعدي. حسام حاول يهدي نفسه وقال دي بس تخيلات، خليني أركز. وهو ماشي لمح في مراية العربية حاجة بتتحرك وراها، بص بسرعة بس ما كانش في حد، لكنه كان متأكد إنه شاف ظل، حاجة مش طبيعية. بدأ يزود السرعة وقال أكيد أنا تعبان وبتهيألي. بعد دقايق سمع صوت خبط على سقف العربية، الصوت كان واضح جدا. وقف العربية فجأة وخرج يبص فوق، مفيش أي حاجة. بص للشارع لقاه فاضي تماما، لكن لما رجع العربية لقى إن في علامات خدوش على السقف. حسام بدأ قلبه يدق بسرعة وحس إن في حاجة بتراقبه. كمل طريقه بسرعة لكنه شاف شخص واقف في نص الطريق. الشخص ده كان لابس أبيض تماما ومفيش أي ملامح لوشه، كان كله زي الضباب. حسام داس على الفرامل بالعافية، ولما نزل يبص ملقاش حد، بس حس بحركة سريعة ورا ظهره. لف بسرعة لقى بنت صغيرة واقفة بعيد، وشها ما كانش باين بسبب شعرها اللي مغطيه بالكامل. البنت رفعت ايديها وشاورت ناحيته، بس صوتها كان غريب وهي بتقول ما كانش المفروض تعدي من هنا. حسام رجع العربية بسرعة، لكن بمجرد ما بدأ يتحرك الأنوار طفت والعربية بدأت تقطع، وصوت غريب زي الهمس كان حوالين العربية من كل مكان. فجأة سمع صوت صراخ جاي من كل الاتجاهات، الصراخ كان مليان ألم وغضب، كأن في أرواح محبوسة في المكان ده. بس بعد معاناة قدر حسام يشغل العربية وطلع بأقصى سرعة، لكنه هو خارج الطريق شاف في المراية الخلفية نفس البنت واقفة مع الشخص اللي شافه في الأول، وبصوا عليه بعينين حمرة جدا. أخيرا حسام بعد معاناة وصل البيت، لكنه ما قدرش ينسى اللي حصل وحاول يحكي لحد، لكن كل اللي سمع القصة قالوا له إن الطريق ده معروف إنه مسكون من زمان وإن في ناس دخلته وما خرجوش أبدا. في الليلة اللي بعدها حسام صحي على صوت خبط على باب شقته. لما فتح ملقاش حد، لكن كان في ورقة مكتوب فيها الطريق بيستنى ضحيته الجاية. وفي النهاية ما كانتش دي النهاية، دي بداية قصتنا الحقيقية، وهنعرف في الجزء التاني إيه اللي حصل لحسام ومين اللي خبط على باب شقته، وهل هيرجع الطريق تاني ولا لأ. ما تنسوش دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، احنا بنتعب جدا. انا بصمم الفيديو وبصمم الشخصيات وبرسمها وبحركها، كل حاجة في الفيديو، وده بياخد وقت ومجهود جدا. فاللايك بتاعك والاشتراك في القناة بيساعدني ان انا اتشجع ان انا اعمل حاجات تاني. سلام عليكم.